إلى الرأي العام. في المجتمع الطبيعي كانت المرأة تدير المجتمع وتقوده في جميع جوانب الحياة من التعايش السلمي والحب والمساواة بين جميع الأفراد دون حقد أو عداوة، ولكن بعد مرور الوقت بدأت المرأة تعاني من الزنية الذكورية وتتعرض لأبشع أساليب العنف ضدها. وأيضا هناك أفكار وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل في طياتها الرؤية الجاهلية، مما يؤدي إلى تصغيرها في المجتمع وإلغاء شخصيتها ووجودها على أرض الواقع. ولأن ثورة فيروز آبا هي ثورة المرأة نحو الحرية، رفضت أن تكون موضع العنف، فقد ناهضت وحاربت جميع هذه الأساليب ولم تقبل أن تكون ضعيفة. في شمال شرق سوريا فإن المرأة تتعرض يوميا باستمرار لقتلها وضربها واغتصابها واختطافها من أجل فدية مالية وغيرها من الأساليب العنف. ففي منطقة عفرين في حي الأشرفية صار منذ يومين ارتكاب أبشع جريمة بقتل امرأة وهي أرملة ولها 4 أولاد، قتلت على يد أخو زوجها من أجل الميراث وهو يتعامل مع فرقة الحمزات. ونحن باسم منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة ندين ونستنكر كل هذه الانتهاكات والمجازر بحق المرأة، ونناشد كافة الدول ولجنة حقوق الإنسان لتلك الجرائم المرتكبة بحقها. منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة 12/12/2023. نا كشتني جنيرة، نا كشتني جنيرة، جن جيانا آزادی، جن جیانا آزادی.